السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله الكل بخير وصحة وسلامة. مثل ما عودتكم اليوم حابة أحكي لكم قصة المثل البغدادي القديم اللي يقول بين حانة ومانة ضاعت لحانة. يطلق هذا المثل على الشخص المتذبذب بين جهتين وبنفس الوقت نقد لتعدد الزوجات. يقولون قبل كان أكو شيخ كبير بالسن، كان متزوج من امرأة كبيرة أيضا بالعمر اسمها حانة. وبعد فترة هذا الشيخ الكبير راد يتزوج فتاة صغيرة، فتزوج من شابة اسمها مانة. كان الشيخ يعدل بين زوجاته، يقضي يوم عند حانة ويوم عند مانة، وكانت كل وحدة منهم تريد تقربه منها وتبعده عن زوجته الأخرى. حانة كانت تشيل الشعر الأسود من لحية الشيخ حتى يبقى بس الشعر الأبيض فقط، لعل الشيخ يعرف أن حانة هي زوجته المناسبة السنة. وعلى الجهة الأخرى كانت مانة تزيل الشعر الأبيض من لحية الشيخ حتى يبقى بس الشعر الأسود فقط على لحيته، ويشعر أنه لا يزال شاب فيقترب أكثر من مانة. بقى الشيخ على هذا الحال حتى زال كل شعر لحيته. ولما سأله أحد الأصدقاء عن سر تغيير شكله قال بين حانة ومانة ضاعت لحانة. ومثل ما نقول بالعراقي أبو المثل ما خلى شي ما قاله. في أمان الله.